تبين الكل يسألك عن كثافة شعرك وطوله ولمعانه. الخلطة هذه لي فترة أنا أستخدمها، وللأمانة بنزلها لكم علشان بس تدعوا لي، ما بأي شيء منكم. أنا مجربتها وصدق استفدت منها. طبعا أنا لي الحين سنة من بديت أحني شعري. من أول كنت أسوي صبغات، أسوي معالجات للشعر، بطلت كل المعالجات اللي أنا أستخدمها لشعري، صرت بس على الحنة والزيت والخلطة هذه. الخلطة هذه شلون أنا أستخدمها؟ طبعا هذا ورق غار والقرنفل وإكليل الجبل. الخلطة هذه أغليها بموية، أحطها بموية حارة بقدر وأغليها، خليها أبو 10 دقايق تغلي مع بعض، ثم عاد خليها تبرد وأصفيها وأحطها في بخاخ شعر وأبخ شعري منه كل يوم. تقوي الشعر، تطول الشعر إذا في فراغات في الشعر، وإذا عندك فراغات في الشعر تنبت الشعر تطوله. الخلطة هذه مجربة، أنا مجربتها، ما بالله دعواتكم الجميلة لي. بس تغلونها بموية حارة، تخلونها بس تبرد وتصفونها وتحطونها في علبة فيها مثل البخاخ كذا، وتبخون شعركم كل يوم. كل يوم مرة الصبح مرة بالليل، أو كل يوم مرة، بس استخدميها ما تقل يعني مدة الاستخدام عن 3 شهور، راح تلاحظين الفرق شلون بشعرك. خلطة مرة جبارة وجميلة. هذا إكليل الجبل، ورق غار، القرنفل. المجموعة هذه جربوها والله راح تنبسطون وشعركم راح يتغير. أهم شيء يعني ما أدري شو أقول لكم، أنا بطلت أسوي معالجات، بطلت أصبغ شعري، بطلت الحمد لله. أنا شعري ما في شيب، بديت أحني شعري وأحط زيت وتغير. كب عليها موية حارة وبخليها تغلي 10 دقايق على نار، وبعدين أصفيها بعد ما تبرد وأحطها في علبة البخار.